لاباس خالد صاحبي؟ وانا مع هاد الضحك الباسل خلعتي البنت. هاد الصوت ما غلبش عليا، واخا ما عرفت شكون خالد. ديك اللحظه وقفت وقررت ندور نشوف اش هادشي. مع الدوره كيبان ليا السرباي الزوين شاد كرشو كيضحك، وحداه السرباي ديال البارح لابس تريكو نص كم وسروال الجين وكيخنزر في السرباي اللي حداه وكيقول ليه حبس صاحبي. بقات عيني كدور من واحد لاخر، كنحاول نلقى شي جواب حتى السرباي الزوين استجمع انفاسو وقال: كنت شوفها قبيله ملي سولاتني عليك كتبان لي مخلوعه غير بوحدها، بحال هازه قنبله في ساكا. بغيت نضحك معاها قلت لها ياك ماشي حاجه، بانت لي السيده تزيرات وصوتها تخنق وجهها تلون. ناري سالات معايا، وانا كنسمع ليه حسيت بعروقي تزيرو، وليت غير كنبلع الريق حيت لساني تعقد عليا. الولد الاخر بقى كيشوف فيا شويه، دار عند صاحبه وقال لي: خالد والله حتى انت باسل، خلي عليك البنت في التيقار. خالد جمع الضحكه وقال: شوفي اختي سماح، والله حتى انت عزيزه عليا ودريويشه، غير بغيت نشد فيك شويه وصافي، سمحي لي لا تقلقتي. مهم، ها هو معاد اللي سولتينا عليه، نخليكم قبل ما يجي البرتقالي يجري عليا. ودار ضربها بجريه خلاني وجها لوجه مع معاد اللي ما عرفت ما نقول ليه. حضرت راسي ودارت نكمل طريقي حتى معاد حبسني ملي قال لي خالد بلي محتاجاني بشي حاجه مهمه. منين تسلط عليا هاد خالد عاوتاني طلع بعلوك مع راسو، ندمني على الدقيقه والثانيه اللي فكرت نسولو. درت نشوف معاد وانا راسي كيحاول يقلب على شي حاجه نسلت بها في هاد المصيبه، حتى عاود قال: شنو؟ ما فهمتي شي حاجه؟ ما فهمت شي حاجه بحالاش؟ الفيزيك. الابتسامه اللي دار معاد وهو كيشوف فيا ريحتني شويه. درت حركه براسي باش نقول ليه وبقيت مبلوكيه كنشوف فيه، ومعاد حتى هو كيشوف فيا بحال كيتسناني نقول شنو ما فهمتش. ولكن انا كنت كنفكر في شي حاجه اخرى اللي هي ما كنفكر في والو. كنحس بحال خلايا عقلي كلها معطله وتوقفت عن العمل، غير عيني اللي محلولين كيشوفوا بحال ما كيشوفوا في والو. ساهيه غير في الخوا. حتى معاد خرجني من قوقعتي وقال: كاين شي مشكل؟ عاد استعقلت على راسي، حاولت نبتسم وحضرت راسي حليت السلسله ديال الصاك وانا ما عندي حتى فكره شنو يشرح لي بالضبط. خشيت يدي وهزيت اول دفتر جيت فيه وجبدته، مع جبدته طاحوا لي الوراق اللي خشيتهم مكمشين. يدي ما بقيتش ثقه فيهم، تحدثت على ركابيه باش نهزهم. ما حطيت يدي لقيت راسي حطها فوق يد معاد اللي كان بدورو كيحاول يهز الوراق. تما كانت لحظه الصمت. بغيت نخطف يدي دغيا لعندي، ولكن يدو كانت بحال المغناطيس كيجبد يدي لعندو. الدم جمد في عروقي وما عرفت راسي باش تبليت. هزيت عيني نشوف معاد، لقيته بكل بساطة كيشوف في عيني بعينيه الغامضين بحال غموض البحر اللي مازال ما حللت رموزهم. رجعت شفت في يدي اللي مازال محطوطة على يدو، وعاد أخيرا استطعت نهزها. هو عيني عليا هز الوراق ووقف مدهم ليا بهدوء. وقفت حتى أنا بارتباك وعيني في الأرض. خديتهم من عنده ورجعتهم ويدي كاملين كيترعدوا. بقيت حاضرة راسي وكملت طريقي بالزربة، حيت حسيت إلا بقيت واقفة حداه ثانية أخرى غادي نسخف نتيجة النفس اللي تقطعات ليا نهائيا. خففت الخطاوي ديالي ونزلت للشارع. لحسن الحظ لقيت وفاء بطوموبيلتها واقفة كتسنى فيا. مع غدا جيهتها سمعت صوت معاد بالجهد قال: إلا كنتي مازال خاصك نشرح لك شي نهار الفيزيك، أنا نكون نهار الاثنين مع 3 في مكتبة دار الثقافة. ابتسمت ابتسامة خفيفة بلا ما ندور نشوف فيه، حليت باب الطوموبيل وطلعت. وفاء حتى هي ما تكون من العاكزين، كيف ما شافتني قالت: مالك مزنقة، حنا كيطرطقوا. حطيت بسرعة يدي اللي كانوا كيترعدوا على حناكي باش نحس بيهم سخان. ربعت يدي وبحركة فمي قلت: ما نعرف.
وفاء بقات كتشوف فيا بحال ما متيقاش وقالت كتباني بحال عاد شي واحد اعترف ليك بحبه. خنزرت فيها وجاوبتها وفاء واقيلا خصنا نمشيو. بدات كتضحك وقالت واخا يا لالا ها حنا غاديين. طول الطريق كنا غير ساكتين، انا كنفكر في الموقف الغريب اللي وقع لي، ووفاء ما عندي حتى فكره اشنو كان شاغل بالها. وصلت ودخلت في صمت وهدوء الفيلا. خالتي رحمه كانت كتهضر في التليفون، ما عرفتش مع من. ياسمين مازال مشغوله مع صحاباتها، ومروه مازال ساده عليها في بيتها. اتجهت لبيتي وقمت بروتيني المعتاد. بدلت حوايجي، توضيت وصليت، وانا كنتسنى امتى نمشي نتخشى في بلاصتي ونراجع الحادث اللي وقع لي ونحلل نظرات معاد وتصرف خالد ونشوف واش نخرج بشي استنتاج. ولكن للاسف صوت دقان على باب بيتي خلاني نلغي كل شيء ونقول ندخل راه الباب مفتوح. الباب تدفع تحل باش يبان لي الوجه الفرح ديال خالتي رحمه. جات جلسات في الجنب ناموسيه حدايا وبقات كتشوف فيا بعينيها الضاحكين. بين شي خبر مفرح هذا وما ترددتش نسولها شنو كاينه خالتي، مع ما كنتي كتهضري في التليفون مع ولدي سمير. خرجت عيني بالفرحه وقلت ياك قلت لك غادي يهضر معاك ما تخافيش اش كيعاود. خالتي رحمه جاوبتني وقالت لي غدا غادي يجي مع ديك 12 غيكون في المغرب. سمير الولد الوحيد عند خالتي رحمه، 10 سنوات وهو في روسيا كيقرا الطب. 3 شهور الاخيره غبر ليه الحس، ما بقاش اتصل، ما بقينا عارفين عليه حتى خبر. خالتي رحمه ولات مخلوعه عليه ومشوشه حتى لدابا عيط باش يقول راه غير جا المغرب. وانا مازال ما كملت الحديث مع خالتي حتى سمعت صوت ياسمين رقيق مسموم كيدخل بين الجلده والعظم كتعيط ليا. اعتذرت من خالتي ونزلت نشوفها اش باغا. لقيتها باينه عاد ودعات صحاباتها. كيف شاتني قالت وهي كتنعت في الصاله سماح عافا قبل ما يجي الحاج جمعي معاك ديك الروينه. هزيت حاجب ونزلت الاخر باستغراب من الطلب ديالها. لاحظت استغرابي وعاودت قالت ماشي انا اللي قلت لحبيبه تحبس الخدمه حيت حامله. حبيبه هي الخدامه ديالنا، مني حملت الطبيبه قالت لها الحمل ديالك في خطر وخاصها الراحه، ووقفت عليها حتى حبست الخدمه على قبل الجنين. دابا خصني نأدي الثمن. كل مره احتاجوا شي حاجه يعيطوا لي بحجه انا اللي حبست الخدامه من الخدمه. حضرت راسي ومشيت نجمع ديك الروينه اللي مخليين صحاباتها. واخا كل شيء كتبقى ياسمين اختي وعزيزه عليا، وديما كنحاول ندير اللي بغات باش تحسن علاقتنا، ولكن هي الله يهديها بعض المرات كنحس بها بحال ديك زوجة الاب في الحكايات. مازال ما كملت الجميع حتى كيبان لي خيالها واقف حاضر تحركاتي. هزيت راسي شفت فيها لقيتها مبتسمه وساهيه كتشوف فيا. ارتاحيت وقلت المراد ديالي وصلت لي، ولكن سرعان ما دمرت كل شيء من اللي قالت. اختي عارفه اليوم الجمعه والحاجه زيت عليه مسمن تقدري. قبل ما تكمل كلامها عرفت اش باغا تقول، وعرفت بلي ديك الابتسامه الحنينه داتها غير باش نقبل طلبها. جاوبتها واخا انا نصيبو، بحال كان عندي خيار اخر من غير نقبل. مشيت ديك الساعه للكوزينه كنوجد باش نعجن شويه ديال المسمن، حتى جات عندي خالتي رحمه وسولاتني شنو كديري. غير مسمنه خالتي، ياسمين طلباتني نعجن شي مسمنات للحاج. لقيتيني جايه باغا ندير الماء يسخن باش نعجن شي مسمنات نوجدهم لولدي ان شاء الله مره اخرى. ما عندي خيار من غير خليك خالتي انا نوجدهم معايا. سيري الله يرضي عليك بنتي، راه قلت لك انت المرضيه في خواتاتك. هالكلام يكفيني باش ندير اي حاجه طلباتها مني خالتي رحمه بكل فرح. بعد المرات كل ما كيحتاج ليه الانسان هي الكلمه الطيبه اللي كتعني ليه بزاف. تعاوننا انا وخالتي رحمه على المسمن، انا كنعجن وهي كطيب. كنا طيبنا النص تقريبا من سمعنا صوت الحاج دخل الدار. عمرنا اتاي بالزربه وجات ياسمين كتنقز، هزات الصينيه داتها ورجعت هزات المسمن اللي طيبنا والزبده والبلديه والعسل. أكلة المفضلة عند الحاج، ومشات حطاتهم الحاج في بيت الجلوس.
شويه كنسمع هذا الحوار. هادشي زين بنتي، عجبك با؟ يا بنتي والله الا عجبني، فكرني في مسمى المرحومه. انا اللي عجنته بيدي وطيبته، وحتى اتاي انا اللي عمرته. الله يرضي عليك بنتي. وعلى مال دوك العيبات ديال خواتاتك اش كانوا يديروا اللي ما يعاونوك؟ وحده راها النهار وما طال وهي مخشيه في بيتها، والاخرى الصوت تحدر حتى ما بقيت قادره نسمع والو. الله اعلم شنو قالت عليا. دقه ناقوس الخطر. كان خصني نكمل دغيا ونطلع لبيتي نتخبى، حيت كيف ما قلت لكم بيتي هو المكان الوحيد اللي كنحس فيه بالامان في هاد الفيلا اللي شحال من واحد كيتمنى يعيش فيها، قد كبرها وجمالها، قد فراغها وصمتها. بيتي هو المكان اللي ملي كندخل ليه كنحس بحال حتى قوة ديال الشر ما تقدر تقيسني، بحال كنمشي نتخبى تحت حضن امي اللي عمر ما جاتني الفرصة نتخبى تحته، ولكن متأكدة كون كانت معانا كل جو مبدل وكل شي غيكون زوين. ديك الليلة ما نعس حتى للجوج ديال الصباح، حيت خالتي رحمة بكثرة حماسها انها اخيرا تستقبل وليدها ما خلات لمن قالتها، ولما عرضات حتى لقات راسها حاصله وسط العراضه بلا ما تشعر، واللي خاصها تكوموندي على الحلوى واللحم والدجاج وكل ما كيخص عراضه مغربيه. وانا بطبيعه الحال بقيت واقفه معاها ومعاوناها، حيت عزيز عليا ندوز الوقت بجنبها، بحال كنحس براسي قريبه اكثر من الام ديالي الله يرحمها، كما انني كنستافد منها بزاف. صباح الصباح وصباح معاه شغل جديد. خالتي رحمة مشات للمطار تستقبل ولدها، وانا بقيت بالمساعده ديال مروه كنوجدوا الغدا. كنا كملنا كل شيء ومروه خشات الدجاج في الفران وطلبتني نحضيه، حيت هي كان خاصها تقضي شي حاجه مهمه اللي ما عرفتش شنو هي. سمعت دقان على الباب، ياسمين بصوتها الرقيق اللي كيخنق قالت: سماح حلي الباب. بطبيعه الحال نحل الباب، انا اللي قلت الخدامه الحبيبه تجلس من الخدمه. مشيت حليت الباب اللي كان ديال الخشب ثقيل وكبير منقوش نقش مغربي اصيل. ما حليتو بانت لي خالتي رحمه متانقه في جلابه بيضه مخيطه بالبنفسجي مع زيف بيض، بشرتها كتبان مفتوحه والبهجه ظاهره في نظرات عينيها. سلمت عليها وانا كنتسائل فين سمير، ما بانش ليا. قلت مع راسي واقيلا مشى يقضي شي غرض او لا رفض يجي للفيلا عندنا ومشى للفيلا ديال با الله يرحمه. بزاف ديال الفرضيات نزلوا على بالي وانا كنسد في الباب حتى سمعت خالتي رحمه قاطعت تفكيري وقالت: سمير ولدي ها هو جاي، غير كيعاون الشيفور باش ينزلوا الحوايج. ابتسمت ورجعت فتحت الباب باش هاد المره نحس بخيال تنرقني على شمس فصل الربيع الدافئه اللي كانت مقابله معايا. هزيت عيني ببطء من صباط كحل كيبري فوق منو نازل سروال كحل. طلعوا النظرات ديالي على طول السروال حتى وصلت للتريكو ديال الصوف بيج مخبي تحت منو جسم رياضي مثير. اخيرا عيني وصلوا لوجه هذا الشخص اللي راسم ابتسامه عريضه وانيقه على وجهه الابيض الشاحب، للظهر انه جاي من منطقه فيها الثلج. مع شافني حيد نضادرو الكحلين من على عينيه اللي بقاو محطوطين عليا. تحرج من نظراته وما عرفت من ندير حتى قال: سماح. غير سمعت صوته وانا نتاكد منه، سمير اللي صوته بقى مرسخ في ذهني من صغري. بقيت عاقله غير على ذكريات قليله منه واخا ملامحو تغيرات بزاف. فمو حمر وسط لون بشرته اللي ولات بيضه بزاف بحال خالي من الدم، ولحيه كثيفه كحله عاطيه سحر لابتسامته. ابتسامه خافته كانت كل ما قلت باش نبين راه انا هي سامع. زاد خطوه قرب ليا، عيني ديما كيشوفوا في عيني. شد يدي بكل رشاقه وبدا يهزها، قربها لوجهه حتى حسيت بالنفس ديالو على يدي اللي ما بقيتش كنحس بها. ولات بحال شي جزء ما كينتميش للجسم ديالي وطاير في الهواء. بكل اناقه وهدوء حسيت بقبله على يدي خلقات قشعريره سرات على طول جسمي حتى وصلت لراسي. ما شعرت حتى بصدمه وارتباك. خطفت يدي منه وخبيتها مورايا وبديت كنمسحها في حوايجي بحال كنمسح اثر القبله من على يدي.
ما عرفتش واش تصرفه كان بريء أو فيه شي من الإغراء والإثارة أو الإظهار بالإعجاب. ما عرفتش، أفكاري تخربقات وما بقيت عارفة كيف نتصرف. جانب مني كيقول ما يمكنش يكون عانى شي حاجة، وجانب آخر كيقول العكس. لقيت راسي تالفة ما بين الصواب والخطأ. مازال تايهة في أفكاري. سمير غمزني غمزة صغيرة ولطيفة قبل ما تجي ياسمين بفرحة كتجري على نقعتوس اللي ما سعدي، شي اللي خلاني استغربت. ياسمين كتبان طايرة بالفرحة بحال كانت كتسنى هاد اللحظة منذ سنين، ولكن سمير ما كانش عاطيه اهتمام قد اللي كان عاطيني بنظراته اللي ما خلاوش الثانية ما شافش فيا. دخلنا للدار. نداخل، جات مروة كتخروع، وقفات مربع يديها وكتفرج. شافها سمير وقال: كسكوتة كبرتي. السخافة ابتسمات، مد ليها يدو وسلم عليها، خلاتو بلاكا، هز حاجب ومنزله الاخر. هاكا كانت واقفة وكتخنزر بعينيها الخضرين بحال ديال بابا. ماشي غير سمير اللي تحرج من الموقف، وإنما حنا كلنا تحرجنا، وما عرفنا مروة الفتاة المتمردة الصغيرة شنو كيدور لها في راسها. دورات راسها على اليمين واليسار بحال كتقلب على شي حاجة. اتجهات جيت واحد الطبلة حاطين فوق منها سربيتة، وفوقها مزهرية. حيدات المزهرية وهزات السربيتة حطاتها على راسها وقالت: اوه نسيت، فجأة وليت محجبة وما كنسلمش، اسمح لي. مسلات عينيها، حيدات السربيتة من على راسها، لاحت على رجلين سمير ودارت كتعوج، طلعات في الدروج. خلاتنا واحد كيشوف الاخر ما عارفين شنو نديرو. حتى ياسمين عتقات الموقف وقالت بضحكة بزز حتى خرجتها: هذه هي مروة، عزيز عليها تخلق الحدث، راك عارف المراهقة. سمير حاول يسرط هاد الموقف بابتسامة بزز حتى خرجها. ما عرفتش مروة فاش كانت كتفكر وعلاش تعاملات خايب مع سمير. صوت الحاجة رجعني للواقع بطريقة ترحيب سمير، وهو حال يديه مستعد يعنقو بحال صادف شخص عزيز على قلبه. نسيت باللي بابا كان كل همه هما المظاهر، يعني غير حيت سمير كيبان طويل وصحيح وزوين خلى الحاج غير يبغي ويستقبله بحب وحرارة بحال شي شخص كيهتم بصح لأمره. هو كان ناسي بلي خالتي رحمة عندها شي ولد. سلم على سمير وقال: مرحبا مرحبا ولدي سمير، مرحبا، زارتنا بركة. سمير جاوبه بابتسامة بين اسنانو بيضين ومستفين وحدة حدا الاخرى: ربي يخليك عمي. الحاج شد بيد سمير وبدا غادي بيه للصالة فين يجلسوا. دخلنا للصالة وكل شي شد بلاصتو جلس معاه. نا بغيت نجلس حتى انا حدا الحاج غوت: نوضي تبعدي من حدايا، ديري شي براد ديالها تاي، راه السي سمير باين عليه العيا. حضرت راسي وخرج كنجري للكوزينه باش نعمر اتاي. تبعت لي مروه خاشيه وجهها في الفران ما نعرف شنو كدير. باستغراب سولتها: اش كديري؟ كنطلع على الدجاج. انتي غير شفتي داك المبيعص ديال سمير وتتلفي، كان الدجاج يتحرق. مالك مع سمير بعدا؟ اش دار ليك؟ اش داك التصرف درتي؟ من بعد ما طفات الفران وخرجت الدجاج جات تقابلات معايا. اضطريت نهز راسي ونشوف فيها حيت هي طول مني، وقالت لي: واختي اش نقول لك، هنا الداخل فيا شي حاجه ما حملاتوش. كنقول ليها الزكايا راه ولد خالتي رحمه، وهي كتقول لي لا ما حملتوش. ايوا اختي تلفت، تلفت، حشومه ما نحملوش ولكن ما نحملوش، فهمتي ولا نزيد نشرح ليك؟ بقيت كنشوف فيها تالفه ما فاهمه والو. جمعت حجباني باستغراب، بعدت من حداها وقلت: خاصك سبيطار حماق انتي. جاوبتني: اييه اختي عارفه، ما نعرف امتى يعفو عليا الله ونمشي ليه. ما قدرش نبقى واقفه بلا ما نضحك. عمرت اتاي وجدت الصينيه ودخلتها الصالون. قربت الطبله للحاج باش يكب اتاي حيت هو عنده طقوس في الكبه بالرزه وفي شرب اتاي. قالت رحمه نعتات لي بيدها باش نجلس حداها. مروه تبعتني حتى هي جلست حدايا وبقينا جالسين بحال شي ناس غراب ما كيعرفهم حد في المجتمع. الحاج من بعد ما كب اتاي وكل واحد خدا كاسو دار كيشوف سامي اللي كان جالس حداه وكيتمعن في ملامحه وقال:
كبرتي تبارك الله، والله الا كبرتي، وليتي راجل مع راسك، خاصك غير المراه. سمير بخجل مصطنع حدا راسو بدا كيشوف كاس بين يديه. ان شاء الله عمي، ان شاء الله راني ناوي نكمل ديني. مروه بسرعه قالت باستهزاء: انت بادي دينك بعدا بقى غير تكملو. مع كانت جالسه جنبي ما شعرت حتى قرصه، نقزات من حدايا وغوتات: واه على قرصه شحال مسمومه اختي، انا غير ضحكت. حسيت براسي تزيرت، وليت غير كنرقق في عينيا. فرشاتني راه قرصه. درت واحد الضحكه باش ندرق الفرشه. ياسمين عتقات الموقف وقالت: هي باغي هبه البلاد مغربيه. سمير جاوب: ما كرهتش. مروه طبعا قاطعته دغيا وقالت: الله يجعلني نتيق، مخلي زين الروسيات شهبات والعين زرقاء وجاي تقول باغيها مغربيه. النفاق الاستغلالي. سمير دار شاف فيا وقال في محاولة لاستفزاز مروة: صراحة ما كرهتهاش تكون مغربية حرة محجبة وما كتسلمش على الرجال. مروة خنزرات في سمير خنزيرات ديال كون كانوا كيقتلوا كون كلين عليك سكسو. سمير ما يكون من المعاجيز نظراته فيها كانوا كلهم تخنزيرات بطعم انتصار وابتسامة شريرة ظاهرة من جنب فمه. لحظات مرات وهما القرطاس خارج من عينيهم. اخيرا مروه قالت: اي والله يعطيك على قد نيتك. سمير اكتفى ابتسامه كرد المروه اللي كانت ناضت خرجات. في صمت غريب نط تبعتها ولقيتها في الكوزينه. ما قلت ليها والو. جات خالتي رحمه قالت لينا وجدوا الغدا، وهي كتطلع وتهبط في مروه وميك عليها. كتوجه كلامها غير ليا انا وناسيها هي. كيف خرجت خالتي رحمه مروه قالت لي: سماح درت شي حاجه خيبه. بقيت ساكته وحاولت نتفادى نجاوبها. عاودت قالت: واش خرج شي كلمه ديال العيب؟ بقيت محافظه على سكوتي، ولكن مروه زادت قالت: علاش كلشي ظالمني في هاد الدار، مالي ماشي بنادم، شنو درت؟ واخا نكون يهوديه يتيمه ما تعاملوش معايا هكا. استغربت منها وعرفت بلي غتزيد تمادى في رفع صوتها وتولي جابده الصداع على راسها مع الحاج اللي قبل خسرت معاه الدواسه. وجاوبتها: لا مروه، غير نسيتي بلي سمير راه ولد خالتك وماشي اي وحده، راه ولد خالتي رحمه اللي رباتنا من صغرنا. مروه حضرات راسها بكل اسف كانها تندمات على تصرفاتها. عاودت قالت لي في محاوله تبرر افعالها: ولكن شفتي كيف كيشوف فيا، ما حملنيش، راه قلت لك شي حاجه في الداخل ما ارتحتش ليه وانتي ما تيقتينيش. ما عطيتش اهميه لهضرتها. بقيت كنوجد باش نحط الغدا وهي كتمشي وتجي وكتهضر هضرتها اللي ما مقاداش. ما قدرتش حتى نسمع. خرجات وحسيت بودني يرتاحوا. فجأة حتى سمعت صوت جاي من حدا الباب الكوزينة وقال: الصراحة باغيها حادقة، هضرتها قليلة ولا هز فيها العين شي حد تحضر راسها وتحشم. درت قفزة بان لي سمير متكي كتفو على الباب وكيشوف فيا. رجعت حضرت راسي دغيا وحاولت نشغل تفكيري مع الغدا اللي كنوجد فيه. حسيت بخطاوي كيقربوا لجهتي حتى وصلوا حدايا وقال: في روسيا بصح البنات زوينات ولكن ما كيفهموكش. بنت البلاد اللي كتفهمك وتعرفوا بقيمتك. بعدت عليه شويه وانا كنحاول براسي نقول متفقه معاه، وفي نفس الوقت باغا امتى يكمل حديثه ويمشي في حاله. ولكن زاد قال: نسولك، مروه ديما كتصرف هكا اولا غير ملي شافني؟ ما عرفش واش السؤال خاصني نجاوب عليه اولا غير سؤال وصافي. بقيت حاضره عيني شاغله راسي مع الغدا حتى عاود سمعتو قال: هي ناخد جواب كأنها غير مني شافتني بديت كتصرف هكا على هاد النحو، يعني ما حملتنيش. سولني باش نجاوب وانا بقيت ساكته. هزيت راسي مصدومه كنقول ليه بحركه براسي بلي لا ماشي هذاك جوابي. ابتسم وقال: هي موالفه كتصرف هكا؟ بحركه براسي قلت وزعما فمي. حاولت نفتحو باش نفرض وجودي ونقول ليه بلي مروه ما عناش والو بتصرفاتها، ولكن فمي ما بغاش يتفسح باش يخرج شي صوت. اكتفيت بالصمت اللي فارضو عليا لساني المعقود. حسيت بسمير قرب من وجهي كتر حتى خلاني خرج عيني بالصدمه وقال بالصوت حاضر: حتى انتي موالفه ما كتهضريش اولا غير ملي شفتيني؟
بغيت نغوت ونقول ليه حيد من طريقي، بعد عليا، وبلي انا ديما ما كنهضرش وساكته، ولكن ما قلت والو من هادشي. حسيت بحال كتزنقو واخا ما عرفتش علاش. حضرت راسي في الارض وحاولت نبعد من النظرات واللي كلاوني. ما عرفت فين نمشي اولا شنو ندير. دورت عيني بانت لي الثلاجه. بابتسامه اعتذرت منه واتجهت لجهه الثلاجه. حليتها واخا ما عندي ما نجبد منها. حليتها وبقيت كنشوف فيها وبالي مع سمير. حسيت بخطاوي كيقرب وجه الثلاجه. خشيت راسي فيها وبديت كنحاول نجبد اي حاجه، اي حاجه، المهم نشغل يدي. بانت ليا قرعه ديال الماء وانا نتفكر باللي يقدر يكون فيا العطش. جبدتها وسديت الباب ديال الثلاجه. مع سديت الباب وبغيت ندور راسي، لقيت راسي محطوط على صدر سمير. ما كرهتش ديك اللحظه، كون غير غبرت من الكون. حنا كي غيطرطقوا بقطره ما سخنو. بعدت منه وبعينين مالؤهم الخوف والارتباك هزيت راسي وشدت فيه باش نلقى راسي بابتسامه سخيفه على وجهه. كيبان زوين ولكن انا عمر ما كان عندي الضعف قدام جمال الرجل. زدت خطوه على اليمين باش نبعد منه نكمل طريقي. ديك الساعه لقيت راسي مسطحه معاه. زدت خطوه لليسار لقيت راسي داخله فيه مره اخرى. خنزرت فيه بنظرتي الحنينه باش يحبس من هاد اللعب الدراري الصغار ويخلينا ندوز، ولكن هو كان غير كيشوف فيا ومبتسم بحال عاجبو الحال. حسيت براسي تزيرت. الحمد لله عاتقه الموقف. ياسمين دخلت في وقتها وقالت: سماح، مازال ما حطيتي الغدا؟ اغتنمت الفرصه ديال سمير الدار يشوف ياسمين وانا نسلت. مشيت هزيت الطبسيل اللي جات خطفاتو من يدي من بعد، حيت هي اللي خاصها تبان نجمه قدام الحاج ماشي انا. كيف تغدينا استغليت الوقيته ديال الجماعه. مورا الغداء غسلت فيها الماعن وطلعت هربانه لبيتي قبل ما يحاصرني سمير ويبدا مصدعني باسئلته البايخه. حسيت بواحد الراحه عمر حسيت بها قبل ما دخلت لبيتي وسديت عليا الباب. هزيت دفتر يومياتي وبديت كنكتب فيه الاحداث اللي وقعت لي. عمر ما سحب لي سمير اي خلق لي عده مواقف محرجه في يوم واحد، ومع تذكيري للمواقف المحرجه تبادر لذهني معاد. ومنها مشى بالي ملي قال لي الا ما فهمتيش شي حاجه نتلاقاو في مكتبه دار الثقافه. يكون بصح باغي غير يشرح لي، اولا بحال عطاني ساعه ومكان اول موعد بطريقه غير مباشره. حسيت بفرحه غريبه كتلوها في مصارني. لحت الدفتر والسيلو بجنب ولحت ظهري على الناموسيه. حطيت راسي على وسادتي الرطبه وخديت وقتي باش نفكر بكل تأني في معاد. بحال شي هوايه جديده بدات عندي وكنستمتع ندوز وقتي فيها. عيني سهات في السقف وبدات كترسم فيه رسومات من خلال خطوط صغار اللي كيبانوا من بعد ملاحظه قويه. مرة مخيلة مسدس، مرة كسوة، مرة وجه ديال رجل مسن، مرة حيوان. نفس الخطوط كنرسم بهم في خيالي لوحات مختلفة. هادشي كامل منسم بعطر تفكيري بتساؤلات مختلفة، أهمها: واش نمشي نهار الاثنين للمكتبة أو لا؟ نخاف نبين ليه إعجابي أو لا يكون هو ما مهتمش بيا وفعلا باغي غير يدير فيا خير. مع هاد التساؤلات اللي كيطرح راسي ولاقي تردد في الأجوبة، قلبي كان تاخد قراره بلا ما يشاورني وبدا كيفكر في شنو نلبس باش نمشي نتلاقى بمعاد. انا كنبقى انثى، وفي بعض المواقف قرار القلب كيكون الفائز والمنتصر في المعركه. يعني بلا اي تردد مني لقيت راسي متحمسه مره اخرى كنتظر بفارغ الصبر امتى يوصل نهار نتلاقى معاد. وصل يوم الاثنين، اليوم اللي نتلاقى فيه معاد. الدار خوات شويه من الضياف اللي جايين يشوفوا سمير. أغلبية كانوا عيالات جايبين معاهم بناتهم في محاولات تعجبوا شي وحدة ويتزوجها. من بعد الغدا ومن بعد ما الحاج خرج مشيت طايرة لبيتي. جبت كسوتي الزرقاء مغلوقة مايلة للأسود طويلة، مفضلة عندي طبعا. عند الخصر دورت سمطة رقيقة حمراء ولبست صباط حمر. ضفرت شعري قدامي وهزيت ساكي حمر اللي كنت جامعة فيه كتبتي. قبل ما نخرج طليت على راسي في المراية. الجسم ديالي رغم الرشاقه ديالو الا وكيبان غليظ شويه. شعري قهوي مغلوق مظفور واصل لحد كتفي. بديت كنحقق في نظرات عيني اللي لونهم بني مغلوق وشكل حجباني اللي كيضيف لنظراتي حنان ولطف.
وصف ما كانش كيعجبني ملي كنت صغيرة، اما دابا ولفت عليه، ولكن ما كيعنيش اني عاجبني راسي. ديما بين خواتاتي اللي عينيهم خضرين وكبار وشعرهم زهر كنلقى انتقادات او فرضيات، خصوصا من الاب ديالي اللي ديما كنتلقى منه اهانات حيت ما زويناش بحال ياسمين او مروه، او لا ان صح القول ما شهباش. الحاج ما عطي تفكير ولا قدو، مظاهر والزين عنده هي كل شيء. اصلا هو كان شخص جمال العربيه وصدفه دار لاباس، حتى حد ما عارف واش داكشي حلال او لا حرام. صوت ديال الدقان في الباب خرجني من تفكيري والتامل وانعكاس صورتي على المرآة. ياسمين عيطات ليا باش ننزل نشوف شكون. فعلا نزلت، كان جري في الدروج، حديت الباب حتى واحد البنت ضحكتها مسمومه بجد تلاحت عليا وعنقاتني، ودخلت للدار بلا ما تنتظر مني نرحب بها وتدخل. موراها سلمات عليا مرا تكون في الربعينيات، دايره الزيف كاع نازل ليها على راسها، مبين الشيب اللي في شعرها، كتبان بحال مرهقه من شي سفر طويل. موراهم واحد راجل كبير في السن ولكن شاد في راسو، دار كاسكيط على راسو ضعيف ولابس شوميز. وموراهم اخيرا كاين ولد طويل عليا لابس تيشورت كحله فيها شي كتابه وحجم جسمو كبير ظاهر من غلظ كتافو اللي مدلي لقدام. كان هاز في يدو شي حاجه بسلام خافته، نطقها داخل حضر عيني الكحلين اللي كيبريو الارض، وشعرو كحل رطب ومغوفل شويه. ما كانش هاز راسو يعني ما قدرش نحقق فيه مزيان. ضليت نتاكد باللي حتى حد مازال ما بقى، عاد سديت الباب. بقيت متردة لثواني واش نسلت نخرج باش نتلاقى في الوقت مع معاد، او لا نمشي نعاون خالتي رحمه في استقبال الضياف اللي في نظري جاو على غفله. نظرات خالتي رحمه مقابله معايا خلاتني نتراجع على فكره نسلت باش نوصل للموعد في الوقت، ونمشي للكوزينه نوجد اتاي للناس اللي عاد جاو وما كنعرف فيهم حتى واحد. حسيت باحباط وفشل، ولكن وعدت راسي نحاول نوجد اي حاجه طلباتها مني خالتي رحمه بسرعه باش نوفر الوقت ونخرج. فعلا بديت كنحاول بسرعه نعمر اتاي ونوجد صينيه الحلوى. ياسمين هي المكلفه بالتربيه، بعض المرات كتجيني بحال كتبغيني تبرد ضميرها وتحاول تعاون شويه، واخا غير بدخل الصينيه للضياف وتبان راها حادقه. سخرتني خالتي شويه هنا ولهي، واخيرا من بعد ساعه ديال الشقه لقيت الوقت باش نخرج. طلعت لبيتي، هزيت ساكي ونزلت بسرعه قبل ما يشوفني شي حد ونولي ما خارجاش. مع وصلت الباب بغيت نحلو مع سمعت صوت مورايا وقال: انتي هي سامح ياك؟ درت ببطء نشوف شكون صاحب هاد الصوت الطفولي. بانت لي البنت اللي جات مع الضياف، شعر رطب كحل نازع على وجهها، مخبي عينيها الكحلين الكبار. بحركة من راسي حاولت نقول انا هي سامح. البنت ضحكة عفوية زوينة وتلحت عليا عنقاتني ورجعت قالت: سمعت عليك بزاف من طاطا رحمة. ابتسمت ودرت باش نحل الباب ونخرج حتى عاودت قالت: ما عرفتينيش ياك؟ رجعت شفت فيها وبحركة قلت: لا ما عرفتكش. ضحكت وقالت: عرفتك ما عرفتينيش. جراتني من يدي وداتني على واحد الكرسي، جلسنا وقالت: سبحان الله كتدخلي القلب دغيا. بابتسامة استغراب كانت كل ما قدرت نعبر به. زادت قالت: انا دنيا بنت عمة سمير. عمري ما عقلت على سمير، كانوا ديما غير كيعاودوا لي عليه. ملي مشى لروسيا كنت تكون عندي هذيك 5 سنين. وبدات كتضحك بالجهد، كثرة ما ضحكات عاداتني خلاتني حتى انا بديت كنضحك بدون سبب. جمعت الضحكة ملي بان لي سمير والولد اللي جاي مع الضياف دايزين من حدانا متجهين لجهة الباب باش يخرجوا. أتى سمير فجأة وقف حدا راسنا، تحضر على ركابي قدام دنيا وقال: قولي لي شنو هو السر ديالك حتى خليتي سماح؟ ضحكات دنيا بضحكتها العفوية جاوبت: عاد قلتيها دابا، سر، السر ما كيتقالش.